بص للصورة كويس جدا وقولي اول حاجة عينك جت عليها في الصورة دي هي ايه. لو شفت اول حاجة شكل الميكروفون، ده معناه انك انت اجتماعي جدا وبتستمتع بالناس اللي حواليك. انت مش بتحب الوحدة ولا حتى بتعرف تتعامل معاها، بتحس بالراحة في الاماكن اللي فيها كتير من الناس، وسهل عليك انك انت تتعامل وتتواصل معاهم. انت اصلا شخص لطيف وبتعرف تلاقي مواضيع تتكلم فيها مع كل الناس. مجرد انك انت موجود بيضيفك الاثارة في اي حدث او اي اجتماع. انت مشهور جدا بمزاجك الجيد وروح الدعابة عندك عالية قوي، ومجرد انك انت بتظهر الناس بتبقى سعيدة. انت بتحب العمل في فريق وبتعرف تسأل الاسئلة الصح للشخص في مكانها، وتحدد نقط الضعف عنده ونقط قوته، وده بيخليك تعرف كويس قوي تستثمر في الشخص وتحطه في المكان المناسب. انت بتعرف تلهم الجميع بالتعاطف وابداعك وذكائك والكاريزما اللي عندك. الكل عاوز يبقى صديقك القريب، بس لازم تفكر كويس قوي انك انت لازم تقضي شوية وقت مع نفسك وتعيد شحن طاقتك. انت بتعتمد بشكل كبير على الاخرين. صحيح انك انت بتجلب الكتير قوي للاخرين، بس لازم تعرف كويس قوي ان الدنيا مش هتقف عليك. انت عبارة عن طاقة بتنور لحبايبك، ولازم تقول لهم من وقت للتاني انك انت محتاج للراحة. شخصيتك وطريقة حياتك الناس بتحب ده فيك، وده مخليك سعيد جدا. بس مع الوقت هيبقى صعب عليك انك انت ترفض حتى لو حاسس وقتها بالتعب. وانت خايف ان يجي حد يسيء ليك وفي النهاية ينساك. اعرف انك شخص فريد، ولو كنت فعلا مهم للي حواليك هيحترموا دايما قرارك، وهتكون ليهم مكانة خاصة في حياتهم. لو شفت القفص تبقى انت بتفضل الاماكن الهادية والهادية والهادية والهادية، مش بتحب الاحداث الجماعية. انت منفتح بس مع الاشخاص القريبة منك او افراد عيلتك، الاشخاص اللي انت عارفهم وعارفينك بقالهم فترة طويلة. ممكن تكون قليل من المعارف الجديدة، باستثناء طبعا اللي انت مضطر انك انت تكون صداقات معاهم في العمل او في الدراسة. انت شخص حذر وبمزاجك او غصب عنك مش بتسمح لحد ابدا ان هو يقرب منك. مش بتروح ابدا للاماكن اللي فيها حفلات ودوشة. مش بتحس انك انت مرتاح وانت حواليك ناس كتيرة. انت لوحدك بس بتحس بالراحة. بتلاقي صعوبة انك انت تتكيف مع المواقف والاشخاص الجديدة. حتى اي نظام جديد بيختلف ما بتعرفش تتأقلم معاه. وخدها قاعدة مهمة جدا، التغيرات في البيئة المهنية تعتبر ضرورة ومهمة علشان خاطر تسهل العمل، بس انت ومع كل ده بتعرف تتصرف كويس قوي. انت بس محتاج وقت علشان خاطر تعرف تتعود على الحاجة الجديدة. انت بمجرد بس انك انت تسيب عاداتك، حالتك الذهنية بتلقائية بتتحول لسلبية، مش بتستجيب لحاجة وقتها. ولسوء الحظ ده ممكن يخليك تفوت فرص عظيمة لمستقبلك. انت مرتبط جدا بمنطقة الراحة بتاعتك، عندك نظرة مقفولة شوية للأشياء بشكل عام، بس حاول انك انت تروح في مغامرة او سافر وخد ساعتها تجارب جديدة حتى لو كنت لوحدك. ساعتها هتتعلم اشياء جديدة. انك تفضل جوه القوقعة بتاعتك علشان خاطر تحس بالامان مش هيجيب لك ابدا ابدا السعادة اللي ممكن تقدمها لك الحياة الواقعية. انت زي العصفور محبوس جوه قفصه. قولولي في الكومنتات شفتوها ايه.